اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا وتكون فيديوهاتنا اللي فاتت بتنال اعجاب حضراتكم. النهارده معانا كومبريسور بتاع عربيه او منفخ بتاع عربيه زي ما احنا شايفين، بس ده فيه شويه مشاكل. يعني لو بصينا التروس مكسوره، البستم نفسه واللي بيقل مش موجودين. فهنبتدي نستفاد ممكن نعمل بيه اختراع بسيط، اختراع مفيد جدا، اختراع اي حد في البيت هيستخدمه، الصغير والكبير وكل هيستفاد بيه جدا. احنا كنا عملنا اكتر من فيديو عن حاجات مشابهه كده، هسيب لحضراتكم اللينك في الوصف. خلينا مع بعض اخر الفيديو وان شاء الله يكون فيديو جميل وهيعجب حضراتكم كلكم. كده وصلنا للكنز اللي احنا محتاجينه. هنبتدي نجيب مصدر كهرباء ونبتدي نجرب مع بعض. مصدر كهرباء 12 فولت طبعا عشان ده بيشتغل على كهرباء العربيه. اي ادابتور عندنا في البيت فيه 12 فولت هيبتدي يشغل بيه. تمام، ده شغال وشغال كويس جدا. هنجيب غطا زي ده، ينفع نجيب ازازه بتاعت اي مياه غازيه، ينفع نجيب اي غطا بتاع المياه المعدنيه العاديه خالص، اي غطا بتاع ازازه بلاستيك. نحاول ناخد الاطار الداخلي ده فقط. وهنجيب المقص بتاعنا وهنبتدي نقطع هنا بس ما نوصلش للاخر. نبتدي نعمل فيها ميول بسيطه خالص. طيب، وهنجيب مكوة اللحام. لو ما عندناش مكوة لحام ينفع نجيب اي مسمار اي حاجه ونسخنها على البوتاجاز. وهنيجي في الوسط هنا في السنتر بالظبط وهنبتدي نعمل الفتحه بتاعتنا، بس يفضل ان احنا نسنترهم بشكل مظبوط. وهنجيب الشنيمو اللي احنا قلنا عليها اول الفيديو. تمام كده زي الفل. مسدس الشمع. وهنجيب الموتور بتاعنا بالمقص كده، بنفضل تكه 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 لغايه ما نبتدي نطلع الترس اللي راكب في الموتور نفسه معانا بالمنظر الظريف دوت. وهنجيب الشنيمو بتاعنا. لو بصينا هنا كده هنلاقي ان فيه زي بوش بسيط. احنا مش عايزين نركب كده عشان ما يحصلش الخلل اللي هو ان الشنيمو يبقى متحرك في الاخر. فهنجيب السلوتيب بتاعنا العادي وهنعمل زي يعني تعويض على المسافه دي، زي الوظيفه بتاعت الجلبه. وهنجيب الشنيمو بتاعنا ونبتدي ندخل الشنيمو بتاعنا بالمنظر ده. نضغط كده واحدة واحدة، نحاول نخلي الضغطة تكون مستقيمة عشان تنزل بالمنظر الكويس ده. هنجيب مصدر كهرباء، نذكر بعض ان يكون يعني حسب القوة يتماشى مع الفولتية الخاصة بالموتور اللي احنا هنستخدمه. لو احنا جربنا كده هنلاقي اشتغل تمام كده. تمام، هنجرب دلوقتي ونشوف ده هنستخدمه في ايه، وهتشوفوا الجمال معايا دلوقتي حالا. وهنبتدي نجرب الآلة مع بعض وهنشوف ايه اللي هيحصل معايا. حاجة جامدة جدا، حاجة قوية، حاجة محترمة. لو احنا بصينا بدأت الرغوة تشتغل، بدأ يعمل منظر الفوم اللي احنا محتاجينه في مج الكابوتشينو بتاعنا الجميل. وبكده شوفنا مع بعض اي بيت ينفع يستخدم ده، ومش هتحتاج تشتري مضرب نسكافيه وبمكونات موجوده في اي بيت. ينفع بدل الموتور ده نشوف اي موتور بتاع لعبه اطفال موجود عندنا. اكيد اي بيت فيه لعبه اطفال مكسره، لعبه اطفال بايظه. وفي فيديو برده معمول بموتور لعبه اطفال، هسيب لحضراتكم اللينك بتاعه في الوصف كمان. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشرفنا بالاشتراك. شكرا جزيلا، نشوف حضراتكم الفيديو الجاي ان شاء الله.